اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اوبل استرا جي جايه فيها مشكله، لمبه العطال والعه، فيها شويه مشاكل كده في الفتيس وفي الحراره الراجل عايز يعمل كل حاجه بفضل الله. طبعا احنا مسحنا الاعطال دي، مسجلها حوالي 18 عطل. مسحنا الاعطال دي والاكواد دي، وبترجع تسجلها تاني في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه ترجع تسجلها تاني. يعني الاعطال موجوده، مسجله بقى فتيس، ومسجله موتور، ومسجله حساس شكمان، مسجله ABS فرامل، ومسجله سرعه عجل، ومسجله ارباك، مسجله كذا حاجه كده، وربنا يعيننا عليها ان شاء الله. اشكر الله وصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كنترول ايزي. بص المسمار متفكك، اول ما الكنترول يشتغل بالكنترول بيعمل كده، تمام ماشي. دي حاجه. الحاجه التانيه المفروض شخوصه بتمسك هنا على المسمار ده والمسمار ده، على ده وده، تمام، مش موجوده. تالت حاجه معمول لها جوايد، تمام. البليه زي ما انت شايف مفيش غطا، رايحه في داهيه. ده كنترول فتيس يا جدعان، يعني مش فاهم اعمل ايه والله. لسه هنحل العقربه هنا، تمام. بص بقى الضفيره بتاعتها، كل الاسلاك زي ما انت شايف اهو. بص ده كده احنا في الفتيس بس. لسه بقى مشاكل حساس شكمان، ABS، حاجات شويه لخبطه كده، موتور، ماب، حاجات كتير قوي. ربنا ييسرها ان شاء الله. بص كده بالصلاه على حضرة سيدنا النبي، كنترول ايزي عامل ازاي من جوه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت اذكر الله وصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا كله اتنضف واتعمل له صيانه اهو، للشربون اهو، تمام اهو. معلش دي الشربون كان صغير جدا، كان راح في ده الكولكتور عمل، وهنا اتنضف، كل حاجه رجعت كما كانت. والبلي ان شاء الله بعتنا نجيب بليه وجاي نشحمها، واللي في الخير قدمه ربنا بامر الله. في خوصه هنا ناقصه، خوصه هنا كده ناقصه، هنجيبها عشان بتمسك الموتور، بتمسك ده عشان هنا مفوت. طبعا حضرة سيدنا النبي. بص كده الضفاير عامله ازاي، وتفرة الموتور وتفرة الايزي. بص حتى الفتيس نفسه ما فيهوش زيت، يعني الفتيس نفسه بص تروس ناشفه ما فيهاش زيت. بص شايف الفتيس جوه منه ايه، ما فيهوش زيت خالص. العربيه ايه شغال فيها والله. بص كده خلصنا بالصلاه على النبي. اهو الضفاير اهو، العنكبوت اللي كان هنا اتلم كله اهو. وهنعمل لها كابلات تقويه برضو من جوان جديد اهو، وهنقفل العربه ان شاء الله. كده خلصنا حراره والفتيس وقربة الميه والغطا. بنشوف بقى الكلاكس قصته ايه، تمام. عشان الكلاكس طبعا مش شغال، الكلاكس طبعا مش شغال، وعاكين هنا في الطاره عك جامد، وعاكين في المالتي عاكين عك ما يعلم بالله ربنا اهو، تمام. هات يابا الفانه بتاع التكييف دي. العربيه طبعا ما فيهاش فريون تكييف، امسك كده يا بابا، تمام. الفانه دي قفشه، بص الفانه قفشه، بص قفشه، تمام. والفريون ما فيش فريون. هنكشف بقى طبعا الفريون سرب من ايه، وهنقول لك الدنيا فيها ايه باذن الله تعالى بمشيئه الرحمن. وهنشوف الكلاكس ماله، ونشوف اللمبات اللي قدام برضو مالها. صلى حضرة سيدنا النبي. خلصنا احنا كده هنا اهو، حاطين العربيه على الجهاز طبعا، تمام. اكتشفنا ايه بقى في دايره الحراره وشغله الحراره. الخرطوم اللي كان هنا احنا صرفنا عملناه، تمام. دي فيشه حساس الكولنت اللي راكب في الليلاتير، وانت حضرتك مركب ليلاتير جديد، ده اللي راكب لليلاتير، تمام. مركبينه في الكمبروسور بتاع التكييف، مركبينه هنا، تمام. وبتاعه التكييف لقيناها متعلقه تحت اهي،
تمام. حساس نفسه الكولنت اللي هو ده مش راكب ولا هو ولا فيشته، ومركبين الفيشه دي كومبرسور التكييف، يعني شغاله الدايره والمنظومه غلط. فاحنا رجعنا كل حاجه كما كانت اهو، وهنركب ده تاني في اللاتير وهنطول اسلاكه، والعربيه بفضل الله بتتشطب. بس عندك بقى السور بتاع الصفاره ده هنغير لك المجموعه بتاعت السير هنا، وهنكشف على التكينه. بص كده دي التنبوره اللي جت الاستيراد في ديلامو من ديلامو استيراد. بص الفرق بتاع قد ايه. بص السير هنا فين، السير هنا على الاول اهو، تمام. بص السير هنا، السير غاطس فين، غاطس جوه اهو. الفرق واضح. دي الجديده فوق اهو، والقديمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا خلصنا بالصلاه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا الحراره والموتور وكل حاجه. دلوقتي شغالين في التكييف. كومبرسور التكييف بينفس من النص، بينفس من النص من هنا، تمام. طبعا العربيه مكفرانا في الكهرباء وفي التكييف في الحاجات دي كلها، بس ربنا يعيننا عليها اهو. خلصنا الحراره، فاضل لنا الكلاكس والتكييف. هنجيب لها كومبرسور، واللي فيه خير قدام ربنا بامر الله. الحمد لله ربنا ستر. بس حلين الثاني عشان الفانه فيها مشكله بنعملها برضو اهو، وبنكشف على التكييف كله من جوه. بص اللي فيه خير قدام ربنا بامر الله. كومبرسور بالصلاه على حضره سيدنا النبي اهو. الصلاه على النبي. بص الجو بالصلاه على حضره سيدنا النبي، الحراره موت والله، الجو موت موت والله العظيم تلاته. بس نحمد ربنا ان احنا واقفين على رجلينا، وربنا مدينا الصحه وشغالين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ليك يا رب، فضل وعدل من عنده. بص بقى الاتش دي ده استيراد راكب او متصلح الله اعلم، هنحله نصلحه برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى عزمه لفه هنجيب له ونشوف ايه حكايته من جوه، هنعملها بامر الله. الصراحه حضره سيدنا النبي كلاكس اهو. صلحنا طبعا احنا البي سي ام، تمام. خلصنا في تيس الصراحه حضره سيدنا النبي اهو، تمام. طبعا فلتر تكييف هنجيب لها فلتر جديد متقفل. جبنا فيها دركسيون يمين، وركبنا فيها الهاوزنج، ركبنا فيها الهاوزنج بتاع العربيه والريشه عشان التاني كان محروق، تمام. لسه بقى نشوف كاسه الازاز ده، والازاز اللي احنا حاطين له عصايه ده. علبه فوزات اتصلحت، كان فيها قفلات واسلاك كباري ونيله الضفيره من تحت اترمت، طبعا شفتها في الفيديوهات اللي قبل كده. الحمد لله، الله اكبر الله اعظم الزيت الحمد لله. ضغط ثابت اهو على العداد. كومبرسور التكييف ركب اهو بفضل الله في حاله الزيرو اهو. لسه هننضف البوابه، تمام. قربة ميه، غطا ميه، تصليح كنترول فتيس، تصليح عقربه، مراجعه الدبلاج بالكامل اهو. سنة حضرة سيدنا النبي الفانه شغاله اهي. الصلاة على النبي. الفلتر الجديد اهو، معطر برضو مالناش دعوه بمعطر العربيه، ده المعطر بتاعنا احنا اهو. وهندور نشحن التكييف على خير. الصلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على حضرة سيدنا النبي. بص ايدي ناشفه اهي بالصلاة على النبي، الله اكبر. مواسير التكييف اهي. بص بمسح ايدي في البنطلون اهو. بص الصلاة على حضرة سيدنا النبي، الله اكبر. بص اهو نمسح ايدينا اهو. ده الفرن اهو، الله اكبر. ده الفرن، وعند الفرن هنا عند الكباس، الله اكبر. قفل عيننا بقى عشان النار بتمشي ايه، نجربها. درج اتقفل. تكييف بفضل الله شغال اهو. فانا شغاله درجات، رابعه تانية تالتة اولى. نفصل كده، نشغل كده اوتو. الصلاة على حضرة سيدنا النبي شغاله اوتو اهي. مفيش لمض اعطال، مفيش اي حاجه. الطرب بيتصلح، السي ام بيتصلح عشان في مشكله. صلى الله عليه وسلم. بص نور المالتي شغال اهو. لو كسرنا كده وكده هتلاقيه طفى.
في مشكله في السي ام الملف هنعمله برضه بامر الله اهو. الحمد لله بفضل الله يعني. انا بقى شغاله مع التكييف اهي، علبه ازاز تراجع عليها وتصلحت، غطا الميه، علبه الميه، ضغط الكباس. الصلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على حضرة سيدنا النبي اهو. عمال تشتغل وبقى ينور اهو، فلاكس من كل حته، منورين النور الصغير طبعا، منورين النور الكبير، فلاكس شغال، تكييف بالصلاة على حضرة سيدنا النبي اهو. لم العده دي يا بابا يلا. الموتور بره اهو بالصلاة على النبي، كل حاجه اتقفلت بس كده، كل حاجه رجعت كما كانت. الله اكبر. كمبرسور اهو، صلى على سيدنا النبي. عربيه ايه اللي صلى على سيدنا النبي يكسب، ربنا يستر عليه يا رب، ويديله خيرها ويكفيه شرها يا رب. كده بالصلاة على حضرة سيدنا النبي الفينش الاخير اهو بتاع مستشفى العباسية الأولى. صلى على حضرة سيدنا النبي يكسب. نعمل تيست للمية وبعد كده نحط مية خضرا موبيل أو اس ديلكو. قولوا لنا رأيكم في التعليقات. احنا كده خلصنا الفتيس بفضل الله، وخلصنا الحرارة إن شاء الله. طولنا الفيشة وركبنا كل حاجة كما كانت أهو، والطبة اللي كانت في الليلاتير اهي تمام، والحساس راكب في الليلاتير اهو بالفيشه بكل حاجه، كل حاجه رجعت كما كانت تمام. بالنسبه للسير، السير انا شايفه سليم، بس المشكله هنا في ايه بقى؟ الطنبوره بتاعت الدينامو اهي، الطنبوره بتاعت الدينامو دي، الطنبوره دي متاكله من هنا كلها اهي، كل ده كده متاكل يعني، راحه في داهيه. بدل ما نغير الدينامو هنجيب طنبوره ان شاء الله.